شباب تانية ثانوي، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم مستر مايكل عاطف ماس تيتشر. النهارده هنحل التقييم بتاع الاسبوع الرابع للشعبة العلمية. يلا نبدأ كده بأول سؤال معانا. بيقول لك اف ان اوف الاكس بيكوال اكس باور 3 بلس الاكس باور 5. عايز منك ايه هنا باختصار خالص؟ كل اللي هو عايزه بيقول لك ديت هي اود ولا ايفن ولا نايزر او اذروايز. فانا اوريدي عندي نوت حلين. المفروض انت بقى دلوقتي عرفت اكس باور 3 ديت هي اود، واكس باور 5 برضه هي اود. طب ما هو اود بلس اود يديك اود، يبقى اوريدي هي اود. خلصت. ايه ده بالبساطه دي؟ بالبساطه دي؟ لا، طب ممكن تحلها لي بالستبس. احلها لك بالستبس. تعال. المفروض انا بعمل ايه؟ بعمل اف اوف النيجاتيف اكس بيكوال نيجاتيف الاكس فور اول باور 3 بلس النيجاتيف الاكس فور اول باور 5. الباور لو هو اود يبقى بيطرد النيجاتيف، يبقى النيجاتيف اكس باور 3. برضه ديت الباور بتاعها باود هتطرد النيجاتيف، يبقى برضه اكس باور 5. ايه رايك لو انا اخدت النيجاتيف دي كومن فاكتور؟ هيبقى لك اكس باور 3 بلس الاكس باور 5. طالما اللي جوه البراكت هو اللي فوق، الاختلاف في النيجاتيف اللي بره، يبقى اوريدي هي اود فانكشن. ركز معايا. طيب السؤال اللي تحت ده بقى عايز منك المونوتوني فانكشن. كلمه مونوتوني دي يعني عايز منك انكريزنج، عايز منك الديكريزنج، عايز يعرف لو في كونستانت يعني طبعا على حسب يعني الحاجات اللي موجوده. اوكي، المفروض بجيبها عن طريق الاكس. طيب اوريدي انا ببص دايما من الليفت للرايت، من الليفت للرايت، يبقى انا هبص من هنا. اوريدي الري دوت ماله طالع اهو اهو، طالع مالكش دعوه بالسهم بتاعي جاي لي فين. انا ببص دايما من الشمال كده، هو بيحصل له انكريزنج اهو، انكريزنج. طيب بيحصل له انكريزنج من فين لفين؟ هو كده رايح يا مستر للنيجاتيف انفينيتي وراح لحد الزيرو. طبعا النيجاتيف انفينيتي دايما اوبن والزيرو اوريدي كلوز. طب ماشي، وبعدها ابتدى ان هو يتغير من عند البوينت دي، وابتدى يحصل له ايه؟ ديكريزنج. ابتدى الكيرف فهو بينزل بيقل، ديكريزنج. طيب قول لي كده ديكريزنج برضه من فين؟ من الزيرو لحد ايه بقى؟ ديكريزنج لحد فين؟ لحد فين؟ نزل اهو لحد البوزيتيف انفينيتي. طبعا اوبن. ادي كده كان المونوتوني فانكشن. قلت هتقول لي مفيش كونست. اه مفيش كونست، خلاص هتعمل ايه؟ هتخترعها انت. تعال نشوف بقى السؤال. طبعا بقى الليميتس بالنسبه للاسئله اللذيذه اللي انا طبعا بحبها. طبعا انت اول حاجه هتعمل سبستيتيوشن. بعد اذنك تعمل سبستيتيوشن. هتعمل سبستيتيوشن هتطلع بالزيرو اوفر الزيرو. خلاص كده هتعمل اكس باور 2 يبقى 16 ماينس ال 4 باي 7 ب 28 يبقى 16 ماينس ال 28 تبقى بوزيتيف بنيجاتيف 12. 16 ماينس ال 28 بنيجاتيف 12 بلس ال 12 تبقى بزيرو. يبقى كده هي ايه؟ unspecified، مش undefined، unspecified. اوريدي ابتدي ان انا اعمل ايه؟ هشوف مين اللي عامل لي المشكله. اوكي، مين اللي عامل لي المشكله؟ قلت لك بتدخل الفور دي كانها جوه، تعمل لها تشينج ساين، فهتبقى بنيجاتيف 4 يعني اكس ماينس ال 4. ماشي، هل الاكس ماينس ال 4 ظاهره؟ ظاهره في النيميريتور. خلاص سيبها دي كده النيميريتور هو خلصان. كده مشكلتك في مين؟ في الدينومينيتور. هعمل له فاكتورايزيشن. ادي اكس وادي اكس. اوريدي في براكت لازم يظهر لي فيه ال 4 وبالماينس كمان. البراكت التاني دي 12 يبقى 4 باي 3 هيديني 12. اوريدي دي بلس يبقى الاثنين اوريدي بنيجاتيف. طب انا لسه بتلخبط. اعمل على الكالكوليتور مود 5 3 واكتب 1 ونيجاتيف 7 و12 هتطلع لك ب 4 و3. فانت اوريدي غيرهم بس الساين وحطهم جوه البراكت. خلاص اكنسل طبعا ده مع ده، اتبقى لك 1 اوفر اكس ماينس 3. سمعتك اللي كنت بتقول لي بزيرو. 1 اوفر اكس ماينس 3. اشيل كل اكس واحط تاني 4 هتبقى عباره عن ال 1 اوفر ال 4 ماينس ال 3 تطلع ب 1 اوفر ال 1 اللي هي اوريدي ب 1. تعالى طب نشوف كويشن نمبر 4. ليميت الاكس ابروشز لل 4. الاكس باور 2 ماينس 16 اوفر اكس ماينس 4. برضه اعمل سبستيتيوشن هتطلع ب 0 اوفر الزيرو. قلنا unspecified. يا ريت نبقى نكتبها لما تجي لك في الايساي. انا بحاسبك على فكره على الكلمه دي لوحدها اصلا. unspecified. تمام، هبتدي نعمل برضه فاكتورايز. قلت لك هتدخل الفور جوه تبقى بالماينس يبقى اكس ماينس 4. ظاهره في الدينومينيتور. خلاص الدينومينيتور كده خلصان. عينيا فين؟ على النيميريتور. اعمل له فاكتورايز. ادي اكس واكس اوريدي لازم هيظهر لي برضه بنيجاتيف ال 4. طب هي دي ب 16 يبقى باقي 4 كمان عشان تبقى 4 باي 4 ب 16. واوريدي هي بنيجاتيف يبقى واحده نيجاتيف وواحده بلس عشان نيجاتيف باي بوزيتيف يديني النيجاتيف. اوريدي هعمل تك تك، هو ده اللي كان عامل لي المشكله. يتبقى لك الاكس بلس ال 4
اوريدي انا ابروشز لمين؟ ل 4، يبقى هشيل الاكس واحط مكانها 4، بقت 4 بلس ال 4 بيكوال ال 8. تعال نشوف اخر سؤال معانا، يقول لك الليميت الاكس ابروشز 3 باكس ماينس ال 4 اوفر سكوير روت اكس ماينس ال 2 ماينس ال 1. السؤال دوت من اشهر المسائل اللي بتجيلك في هيئه الايساي بالذات. جالك تشوز خير وبركه، جالي بقى ايساي لا، دي ستيبس لازم امشي عليها. طيب بتعمل ايه طيب يا مستر؟ بنعمل تايمز للكونجكت سيادتك بتاع مين؟ الروت اهو في ماينس 1، شايف النيجاتيف ده؟ هو ده الكونجكت بتاعه، هعمله بالبلس. تعمل كده تايمز، انا بعمل روت اكس ماينس 2 بس تبقى بلس 1، وبرده في الدينومينيتور روت اكس ماينس 2 برضه تبقى بلس ال 1. ده كده الكونجكت بتاعك. يلا بينا نشتغل، يلا بينا نشتغل. هعمل زي مستر تايمز، تعمل النيميريتور تايمز النيميريتور، ما تجيش ناحيته اهو. اكس ماينس ال 3 سيبه زي ما هو، وافتح براكت تاني وحط جواه اكس ماينس ال 2 بلس ال 1 وقف. الدينومينيتور هو ده اللي انا هعمل له التايمز. بص بقى، مش هما الاثنين زي بعض، الاختلاف بس في الساين بتاعت الميدل يعتبر بالنسبه لنا يعني يا مستر خلاص. روت تايمز روت بيديك اللي تحت الروت، تاني الروت باي روت بيديني اللي تحت الروت. يعني روت اكس ماينس 2 تايمز روت اكس ماينس 2، مين اللي تحت الروت؟ اكس ماينس 2. ونيجاتيف باي بوزيتيف بنيجاتيف، 1 باي 1 ب 1. طب ما هو نيجاتيف 2 ماينس ال 1 يعني اللي تحت ده كده كله عباره عن الاكس ماينس ال 3. مش ده هو اللي فوق اكنسله، هو ده اللي كان عامل لي المشكله اصلا. اتبقى لك روت الاكس ماينس ال 2 بلس ال 1، هشيل الاكس واحط مكانها 3، تبقى روت ال 3 ماينس ال 2 بلس ال 1، اوريدي هتطلع معاك ب بوزيتيف 2. وكده نكون خلصنا حل بتاع التقييم بتاع الاسبوع الكام؟ الرابع. كان معاك مستر مايكل عاطف من قناه هنذاكر ماس. سلام.